فيديو جديد وحلقه جديده من برنامج صحافه الشارع. دابا غادي نرجع بذاكرتكم للوراء سنه 1965. صوتوا نواب البرلمان الماليزي باش يستغناو على سنغافوره، حيت سنغافوره في ذاك الوقت كانت تابعه للاتحاد الماليزي. في ديك الوقيته ملي تم الاستغناء على سنغافوره بكى رئيس الوزراء الشاب لي كوان يو وقال سنغافوره صافي مشات تهلكات، حيت سنغافوره ما كانت عندها اقل مقومات الحياه. كانت نسبه الاميه طالعه ونسبه البطاله فيها اكثر من 86%. عاد زيد سنغافوره كانوا كيعيشوا فيها اعراق مختلفه وبيناتهم كانوا صراعات وتطاحنات عرقيه. مع ذلك لي كوان يو رئيس الوزراء ديال سنغافوره قرر ما ينزلش يديه، ما يستسلمش، بقى مقاوم. واول حاجه طبقها على الجميع ماشي الضرائب، لا، اول حاجه طبقها على الجميع هو القانون. القانون طبق على الجميع بدون استثناء. سمعتوها مزيان ولا نعاودها لكم؟ اول حاجه حرص عليها لي كوان يو هي القانون يرجع يطبق على الجميع. قدام القانون ما كاينش فرق ما بين وزير وفقير، كلشي قدام القانون فحال فحال، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. اي واحد دار شي سلوك ما هواش ولا مرفوض كيتغرم في الحين. بكثره ما بنادم ما كان كيخلص الغرامات في دوله سنغافوره، ملي كيسولوه كيقول له شنو سميت البلاد اللي انت عايش فيها، ما كيقول لهم سنغافوره سميتها، كيقول لهم هذه بلاد الغرامات. لي كوان يو ما اعتمدش غير على تطبيق القانون والغرامات فقط، استثمر حتى في الثروه الوحيده اللي كانت متاحه عنده واللي كانت كتوفر عليها بلاده، هو الراس المال البشري. استثمر في الثروه البشريه اللي كانت عنده. كاين اللي غيقول لك كيفاش استثمر في الثروه البشريه، ما عرفتوش كيفاش استثمر في الثروه البشريه. عطى اولويه قصوى للتعليم اللي ما عاطينش حنا اولويه في بلادنا. علم شعبه الانجليزيه وركز على العلوم التطبيقيه وفرض التعليم على شعبه كامل. كان بزز منك تقرا وتتعلم. سنغافوره ما كانتش عندها شي مصدر دخل ولا عندها شي ميزه جغرافيه باستثناء مضيق بحري، واول حاجه داروها هي بناو ميناء بحري. هذا الميناء البحري كان هو بدايه انطلاقه الاقتصاد في سنغافوره. اجي طول دابا على سنغافوره كيفاش ولات، رجعت قويه اقتصاديا. سنغافوره اللي غير في 1965 رئيس الوزراء ديالها بكى ملي البرلمان الماليزي صوت باش يستغناو عليها. لي كوان يو لخص سر نجاح سنغافوره في بعض الجمل، قال لهم كنت بعت نفس السياسه اللي غادي بها الدول اللي مجاوراني، كره متنا وتنسينا. قال لهم الدول اللي مجاوره لينا عندهم شي ثروات ما عندناش حنا، ولكن فكرنا نكونوا متميزين عليهم بشي حاجه اللي ما عندهمش هما في بلادهم. اول حاجه فكروا فيها هي يقضيو تماما على الفساد، والمناصب ما يتعطاوش للمنواله. اللي يستحق شي منصب كان كيتعطى ليه. هذا الشيء علاش نجحوا؟ الناس عرفوا باللي القانون والتعليم والعلاج هادو الحوايج الاساسيين اللي خاص الدوله توفرهم للمواطنين ديالها. اقتصاد سنغافوره ما طلعش بالمهرجانات وبحكجر وبالساتي وبود الحوات. اقتصاد سنغافوره طلع بالصح وبالمعقول وبالقضاء على الفساد. الا جينا نقارنوا بلادنا مع سنغافوره، يمكن المغرب عنده ثروات وامتيازات ما عندش سنغافوره، ولكن المشكله في المغرب، المشكله كاينه في التشكيله اللي حاكمه البلاد هي اللي فيها المشكله. التشكيله اللي حاكمه البلاد هما اللي باغي البلاد تبقى فحال هكا، شي كياكل في شي، شي عاض في شي. كاين شي ناس كيحرصوا باش القانون ما يطبقش في هذه البلاد. الا كانت سنغافوره عندها بحر ضيق، حنا عندنا في المغرب جوج بحوره، وللاسف المواطن ما مستافد حتى شي حاجه من هاد جوج بحوره. كيلو ديال السردين بعض المره كيوصل ل 20 درهم. واش دابا غير قول لي نقدروا نقارنوا المغرب مع سنغافوره اللي دابا دخل الفرد الواحد في سنغافوره رجع الاعلى ما بين دول العالم؟ الا جينا شفنا المغرب بنظره موضوعيه في هذه العشر سنوات الاخيره غادي نلقاو المغرب باقي في بلاصتو، ما تزاد عليه والو. وحتى المشاريع اللي داروا في المغرب ما رجعوا حتى باش ينفع على المواطن المغربي، بمعنى ان الاعتمادات خصصت لمشاريع فاشله. والسبب راجع لبزاف ديال العوامل، من بينهم الفساد اللي باقي معشش في هذه البلاد والامور المسنوده للناس ما عندهم لا خبره لا معرفه لا كبده على البلاد. هاد الناس هما سبب غلاء الاسعار، هما سبب التضخم، هما سبب الازمه اللي كيعيش فيها المغربي حاليا. لا يعقل اللي دوله وزير فيها كان وزير الفلاحه كان بين يديه المخطط الاخضر اللي تخسرت عليه المليارات، في العوض ما يتحاسبوا معاه ويدفع ثمن الفشل ديالو رجعوه رئيس حكومه وعطاو البلاد كامله، قالوا له هاك كمل على اللي بقى. واش كاين اكثر من هذه الخنقه؟ حنا عارفين باللي اخنوش ماشي هو كل شيء، عارفين باللي اخنوش هو اليد اللي
كيتنفذوا بها بزاف ديال الافكار وسياسات ديال الناس ما قادرينش يبانوا في الواجهه. اخنوش كيدير داك الشيء اللي كيمليو عليه من الفوق. الميزه اللي عند اخنوش وما عندش رؤساء الحكومه اللي سبقوا، اخنوش واحد الانسان مطيع كينفذ جميع القرارات اللي كتعطالو بلا ما يفكر. اخنوش عمرك تلقاه كيجادل المسؤولين اللي فوقه على شي حاجه كتضر الشعب. دابا شوف غير المشكله ديال رجال التعليم في المغرب، رئيس الحكومه لحد الان غير قادر يوجد حل. كنا في شي بلاد اللي كتحترم المواطنين ديالها كون راه رئيس الحكومه ووزير ديال التعليم، كون راه دابا حطوا السوارت ومشاو بحالهم.